في واحدة من أقوى مباريات دور المجموعات في كأس العالم 2026 خطف منتخب المغرب الأنظار من جديد أمام عملاق الكرة العالمية البرازيل. المباراة بدأت بضغط مغربي كبير، وفي الدقيقة 21 جاء الهدف الأول عن طريق إسماعيل الصيباري بعد هجمة مرتدة رائعة ليصدم الجماهير البرازيلية ويعلن تقدم أسود الأطلس بهدف نظيف. لكن البرازيل لم تستسلم، وفي الدقيقة 32 ظهر النجم فينيسيوس جونيور وانطلق بمهارة فردية مذهلة قبل أن يسجل هدفا عالميا أعاد السيليساو إلى المباراة. خلال الشوط الثاني استمرت الإثارة، المغرب قدم أداء دفاعيا منظما بينما حاولت البرازيل خطف هدف الفوز، لكن الحارس ياسين بونو كان في الموعد وتصدى لعدة فرص خطيرة. انتهت المباراة بالتعادل 1-1، لكن الكثير من المحللين اعتبروا أن المغرب كان الطرف الأفضل في فترات طويلة من اللقاء،